هاي، انا وصال، وفي حلقة النهاردة هقولك ازاي تحققي ذاتك وتنجحي من الصفر حتى لو ما عندكيش اي موارد خالص. اول حاجة عشان تكوني عارفة ازاي تنجحي لازم تكوني فاهمة ان النجاح ده بيكون بعقلك مش بالموارد المتاحة. في ناس كتيرة قوي عندهم موارد كتير تخليهم في حتة تانية ومع ذلك مش بيستغلوها ومش شايفين فيها امل اصلا. يعني انت ممكن تروحي عند حد تلاقيه بيستخدم حاجة بشكل غلط، او تلاقي انه انت عندك افكار ازاي تستخدميها بشكل صح، او تطلعي منها منتج، او تطلعي منها حاجة، او تخلي فيها امل، ويكون عندك افكار كتير وهو الشخص ده لا. فده بيثبت الفكرة بان النجاح مش بس بالموارد، بيكون برضو بعقلك. وانا مش بقول انه 100% عقلك هيصنع كل حاجة، لا، لازم يكون في موارد حتى لو حاجة بسيطة قوي. مش معنى ان لو ما فيش حاجة ان انا هفضل واقفة مكاني وان انا هفضل فاشلة، ومبحبش كلمة فاشلة دي، بس ان انا هفضل ما بعملش اي حاجة في حياتي عشان انا مش عندي موارد. اهم حاجة لازم تعرفيها انك تبدأي بالموجود مش المفقود. طول ما انتي باصة على ايه اللي ناقصك علشان تبدأي، انتي عمرك ما هتبدأي. وطول ما انتي باصة على ايه اللي موجود عندك هتلاقي 100 فكرة بتجيلك ازاي تطلعي منه حاجة، ازاي تطلعي منه شغل، ازاي تطلعي منه فكرة. معظم اللي نجحوا كانوا ماشيين بالمبدأ ده، ان هو بيبدأوا بالموجود مش المفقود. عندك وقت فراغ استغليه، عندك موبايل استخدميه. موبايلك هيجيب لك شغل، موبايلك هيعمل لك حاجه. مش لازم مثلا عشان تبداي تعملي فيديوز يكون عندك كاميرا فظيعه او تليفون فظيع او رينج لايت كبيره او سوفت بوكس او لا، مش لازم كده خالص. انا اول ما بدات اعمل الفيديوز بتاعتي كنت بصور بتليفون صغير جدا جدا، بس كنت بعمل بيه شغل تحفه، وبعمل بيه مونتاج، بعمل بيه فويس اوفر، وبعمل بيه ساوند افكتس وحاجات كتير. وغير كده بالنسبه لموضوع الاضاءه، انا اول ما بدات ما كانش عندي السوفت بوكس بصراحه، انا كان عندي رينج لايت اللي هي الصغيره قوي دي. واكبر دليل على الموضوع ده ان انا بستخدمها دلوقتي في الفيديو ده علشان اوريكي قد ايه هي بتدي اضاءه حلوه ومطلعه الكواليتي بتاعه الفيديوز حلوه قوي. وانا اوريكي دلوقتي حالا انا بستخدمها دلوقتي. هتشوفوني ضلمت خالص، بس هي دي المشبك الصغير ده بتدي اضاءة تحفة، وهي مش حاجة غالية ولا حاجة مش affordable. دي حاجة اي حد ممكن يستخدمها، بتتحط بمشبك كده وبتغير الاضاءة كمان. هي لسه غيرت الاضاءة دلوقتي ابيض. اكمل بالابيض ولا خليني في التاني؟ بس كده انا جيت. دي بصراحة بعد ما جربت السوفت بوكس الكبير الضخم وجبتها، واللي هو اصلا فرق السعر بينهم حوالي 5 اضعاف، دي الاضاءه بتاعتها احلى، ودي اول مره اصلا اصور بيها بالموبايل بتاعي. انا عامله الفيديو ده عشان اقول انه بجد مش لازم عشان ابدا اكون عندي حاجه او مستنيه حاجه معينه هي اللي تخليني ابدا او هي اللي تساعدني. لا، المفروض ابدا بالموجود وابدا بالمتاح، وده اللي هيساعدني. بنات كتيره قوي عملوا كونتنت وبقى عندهم ملايين من مجرد ان هم بيمسكوا الموبايل ويعملوا ريلز. في بنات كتيره قوي عملت educational pages، حاجات تعليميه بتشرح فكره بحاجه بسيطه قوي، ومع الكونسستنسي ومع الوقت كبرت والمحتوى بتاعها كبر وبقت في مكان تاني. ده ليه؟ ده عشان هي ما استنتش ان كل حاجه تبقى بيرفكت عشان تبدا. تاني حاجه، اخلقي انتي الشغل، اخلقي انتي الموارد. لو ما فيش شغل افتحي سمول بزنس، بيعي حاجات صغيره، اعملي ورد، اعملي شنط، اعملي منتجات للبشره، اعملي منتجات للشعر، اعملي حاجه صغيره من بيتك تساعدك. في ناس كتيره قوي بداوا كده وهم دلوقتي بزنس اونرز كبار ونجحوا وعملوا حاجات كتير، بس الفكره ان عقلهم اشتغل في الطريق الصح. هم اللي خلقوا المورد. مش لازم انتي عشان تبقي حاجه ناجحه تصحي كل يوم الساعه 6 الصبح وتنزلي تتبهدلي وتتمرمطي في البرد وفي الحر. لا، انت ممكن من بيتك تبقي انجح واحده في الدنيا. لو نفسك تاخدي كورس معين او تتعلمي حاجه معينه والكورس ده مثلا مكانه بعيد او سعره مكلف، اليوتيوب مليان كورسز عن كل حاجه في الدنيا ممكن تحلمي بيها هتلاقيها. ثالث حاجه، لو عندك حلم كبير نفسك توصلي له او هدف، قسميه لحاجات صغيره. اكبر غلطه ممكن تعمليها انك تبصي على النتيجه النهائيه وتبصي على نفسك في نفس الوقت وتقارني نفسك بالهدف اللي عايزه توصلي. عمرك ما هتوصلي لحاجه، لان انت قبل ما توصلي للهدف ده بتكوني صغيره جدا، ضعيفه جدا عقليا ونفسيا، مش عندك القدره اللي تخليكي توصلي للهدف ده مره واحده. تيجي بالتدريج زي السلم، مفيش حد بيطلع السلم مره واحده، كلنا بنطلع السلم واحده واحده لحد ما نوصل لفوق. استمراريه صدقوني دي سحر سحر. مش لازم عشان تعملي الحاجه او الخطوه اللي انت تبدايها بيرفكت. ابدأيها غلط، ابدأيها مش مظبوطه، ابدأيها مش كامله. اهم حاجه ان انت تاخدي خطوه. انما لو هتبداي ماشيه على مبدا البرفكشن وان كل حاجه لازم تبقى مظبوطه ومستنيه الوقت المناسب والامكانيات المناسبه ومش عارفه ايه، مش هتعملي اي حاجه وهتتاخري. وهتلاقي الناس اللي مشيت بمنطق الكونسستنسي على الرغم من اي حاجه هتلاقيهم نجحوا ووصلوا، وانتي لسه. خليكي دايما سريعه. اتعلمتي حاجه طبقيها. مثلا انا بتعلم لغه،
اتعلمت كلمتين، هحط الكلمتين في جمله وهفضل طول اليوم اكرر الجمله، هفضل طول اليوم اكرر الجمله. خلاص انا بقى عندي جمله جديده. مش هستنى ان انا اخد كورس، ولا استنى نيتيف سبيكر يجي يتكلم معايا، ولا استنى اجيب ورقه وقلم واقعد اكتب واسمع واعيد وازيد واحل امتحانات. لا، انا اتعلمت كلمه خلاص انا بطبقها، انا بحفظها وبسمعها وبعيد وازيد فيها. خلاص انا اتعلمتها النهارده، طبقتها على طول. خليكي ماشيه دايما بالمبدا ده، اتعلمي الحاجه وطبقيها في ساعتها، بعدين اتعلمي حاجه تانية وطبقيها، وهكذا وهكذا لحد ما هتلاقي النوليدج عندك او المعرفه بقت ضخمه او وقت قصير هيبقى عندك كواليتي وكوانتيتي في نفس الوقت. يعني عندك جوده وكميه، عندك معرفه كتيره بجوده عاليه قوي. رابع واهم حاجه، اخلقي السبورت انتي لنفسك. ما تستنيش دعم من حد. في اللحظه اللي هتحسي فيها انك محتاجه دعم ودعم قوي قوي، معظم الوقت مش هتلاقيه، مش هتلاقي حد متاح ليكي. مش عشان الكون ضدك او حد متآمر عليكي، عشان هي الحياه كده. مش وقت ما بنكون محتاجين الحاجه او محتاجين الدعم وبالذات من الناس هنلاقيه في ساعتها. حاولي تفتكري انجازاتك الصغيره، فيها مع نفسك انا عملت كذا ومريت بكذا واستحملت وعملت، ده صدقيني هيفرق معاكي قوي. واهم حاجه لازم تاخدي بالك منها، لو حواليكي ناس سلبيه في البيت، في الشغل، صحابك، اي حد حواليكي مش عايزك تنجحي، بيقلل منك او بيوريكي ان اللي انت عايزاه ده حاجه بعيده او حاجه مستحيله، حاولي تبني حاجز داخلي جواكي ان انت ما تتاثريش بالناس دول. لو مش قادره تبعدي عنهم او تهربي وتسيبيهم، حاولي تبقي منعزله على قد ما تقدري، تعملي زي انفصال كده بينك وبينهم، انت مركزه في اللي انت بتعمليه وما بيأثرش فيكي كلامهم خالص. ولما توصلي ولما تنجحي هتفهمي معنى كلامي ده كويس، وهتحسي ان اللي انت عملتيه ده كان اكتر حاجه صح في الدنيا كان ممكن تعمليها من زمان. وحاولي ما تتجادليش مع حد مش شايفك ناجحه او مش عايزك تنجحي او عايز يحطك في منطقه معينه او عايز يقلل منك او شايفك مستحيل توصلي. حاولي البني ادم ده ما تدلوش فرصه ان هو يجادل معاكي، لان هو هيحبطك، هيوصلك من 10 لصفر، لتحت الصفر كمان. الناس دول طاقتهم سلبيه قوي والاحباط عندهم مش طبيعي، ومش بيقبلوا يشوفوا حد حقق حلمه او حد نجح في حاجه، لان هم عايزين كل الناس تبقى نسخه منهم. فبليز ابعدي عنهم. اخر حاجه، اتعاملي بعقليه الفايت او المقاتله. خليكي دايما داخله منافسه مع نفسك مش مع حد. مش ان انت عنف او صوت عالي او لا، انت داخله حرب مع نفسك. انت هتهزمي نفسك وهتهزمي كل حاجه سلبيه فيها، وهتهزمي كل الصفات الوحشه اللي بتمنعك تنجحي وبتمنعك تكبري، وهتهزمي كل الظروف. خليكي عنيده، خلي عندك المايند سيت ده، اي حاجه تهزمني انا هقف على رجلي، انا مهما كانت الظروف انا هبقى احسن واحده في الدنيا، انا مفيش زيي، انا مفيش مني، انا هوصل، ولما هوصل هبص على الايام دي وهضحك عليها. افضلي قولي لنفسك الكلام ده كتير كتير. وكل اللي وصلوا وكل اللي نجحوا كانت دي عقليتهم وده المايند سيت بتاعهم. في ناس كتيره قوي يا جماعه اتولدت في انعدام موارد، واتولدت في بيئات صعبه جدا، ومع ذلك البيئات دي ما كانتش سايباهم في حالهم. الناس دول كانوا بيتعرضوا ساعات لأسوأ، وناس كانت بتتعرض لعنف، وناس كانت بتتعرض لاذى نفسي، ولا فضلوا عايشين في صدمات الطفوله، ولا مش عارفين يموف اون، ولا سابوا الظروف تهزمهم. لا، هم بقوا حته تانية. ده ليه؟ ده لان هم المايند سيت بتاعهم كان مختلف. الناس دي فضلت مصرة، فضلت عنيدة، وفضلت مقاتلة لحد ما هزمت الظروف اللي هي عايشة فيها. ناس كتيرة قوي قوي، كل واحد هيجي في دماغه حد دلوقتي. اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، ويا رب تكون عجبتكم. وبس كده انا خلصت، استنوني الحلقة الجاية، هتكلم معاكم في موضوع مهم قوي ان شاء الله يعجبكم. وانا كده خلصت. باي.